بيان إلى الرأي العام: ها نحن نقف على ضفاف بحيرة الفورات، والتي طالما كانت تحمل الخير والبركة لأبناء شعبنا في سوريا عامة، وفي المناطق الشمالية في مناطق الشمالية الشرقية من سوريا بشكل عام، إلا أن حكومة الفاشية التركية والتي يقودها الفاشي أردوغان رئيس حزب ما يسمى العدالة والتنمية لم يرق له أن تنعم مناطقنا بخيرات نهر الفورات، ومن باب الضغط على الإدارة الذاتية وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، حيث قامت الحكومة التركية بارتكاب أبشع أنواع الجرائم بحق شعبنا لإفشال هذا المشروع من احتلال وتدمير وقتل وتهجير قسري. وأضافت إلى جرائمها جريمة كبرى، فهي تحتبس مياه نهر الفورات وتحتجز المخصص السوري من مياه نهر الفورات، وتحرم شعبنا من حصتها المقررة في الاتفاقات الدولية حول تقاسم مياه الأنهار، والتي هي 500 متر مكعب في الثانية. ولم يعد يصلنا أي وارد مائي بالرغم من تصدع السدود في تركيا نتيجة الزلزال المدمر، والتي تكاد أن تنهار، إلى أن الحكومة التركية مصرة على الاستمرار في جريمتها وقطع مياه نهر الفورات عن سوريا والعراق، والذي ينعكس سلباً على الزراعة والثروة الحيوانية، وبالتالي يؤدي إلى تجويع الشعب وفقدان السلة الغذائية القائمة على نعمة المياه. ونحن من هذا المكان وباسم منظمات المجتمع المدني في منطقة الطبقة نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدول الإقليمية المعنية بالشأن السوري بالضغط على الحكومة التركية لتطبيق الاتفاقيات الدولية حول تقاسم المياه وفتح مياه نهر الفورات، وإعطاء الشعب السوري حصته من المياه والتي هي 500 متر مكعب في الثانية. عاشت سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية، عاشت أخوة الشعوب. الطبقة في 6/3/2023.